أهلا بيكم في قناة مراجعة أفلام ومسلسلات. النهاردة جايين لكم بأقوى وأجمد 8 أفلام نازلة في موسم عيد الأضحى 2025. أفلام متنوعة بين الأكشن، الكوميديا، الغموض والدراما. يلا بينا نشوف القايمة ونتكلم عن كل فيلم بالتفصيل. قبل ما نبدأ في أي حاجة، حابب أوضح لكم نقطة مهمة بخصوص فيلم ريستارت والمشروع إكس. فيلم ريستارت كان المفروض ينزل في موسم عيد الفطر 2025، لكن تم تأجيله لموسم عيد الأضحى 2025. أما فيلم المشروع إكس فكان هينزل قبل عيد الأضحى 2025، بس برضه تم تأجيله لنفس الموسم اللي هو عيد الأضحى 2025. وللأسف ما عنديش أي معلومات تانية عنهم حالي. وشكرا، ويلا بينا نبدأ. 1. المشروع إكس. الأبطال: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار. القصة: يوسف الجمال، كريم عبد العزيز، عالم آثار مصري بيبدأ رحلة مثيرة عشان يكتشف أسرار الهرم الأكبر. الرحلة دي بتاخده من مصر للفاتيكان وأماكن تانية كتير، وكل ده وسط مغامرات وتشويق عالي. معاه ياسمين صبري وإياد نصار في أدوار مهمة بتدعم القصة وبتضيف للفيلم أكشن وغموض يشد المشاهد. 2. ريستارت. الأبطال: تامر حسني، هنا الزاهد. القصة: محمد تامر حسني مهندس بيشتغل في تصليح التليفونات، وبيحلم يتجوز عفاف هنا الزاهد اللي هي مؤثرة على السوشيال ميديا. بيواجهوا مشاكل ومواقف كوميديا لما بيقرروا يدخلوا عالم الشهرة على الإنترنت هم وعيلتهم، وبيتعلموا دروس مهمة عن القيم والعلاقات وسط النجاح المفاجئ ده. 3. أحمد وأحمد. الأبطال: أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق. القصة: أحمد السقا بيرجع مصر بعد غياب، وبيكتشف إن عمه أحمد فهمي بقى قائد لإمبراطورية إجرامية. مع غادة عبد الرازق الأحداث بتتشابك بين الأكشن والكوميديا، وأحمد بيحاول يطلع من المواقف الخطيرة اللي دخل فيها بسبب عمه. 4. زوجة رجل مش مهم. الأبطال: ياسمين عبد العزيز، أكرم حسني. القصة: زوجين، ياسمين عبد العزيز وأكرم حسني، بيمروا بمواقف حياتية يومية مليانة مشاكل وخلافات كوميديا. الفيلم بيدور حوالين طريقتهم في حل المشاكل دي. 5. روكي الغلابة. الأبطال: دنيا سمير غانم، محمد ممدوح. القصة: بنت شابة، دنيا سمير غانم، بتشتغل حرسة شخصية لواحد من رجال الأعمال، محمد ممدوح، ومن هنا بتحصل مواقف كوميديا كتير وموشوقة بتبين الحياة اليومية والاختلافات الاجتماعية بينهم. 6. أسد. الأبطال: محمد رمضان، رزان جمال. القصة: فيلم تاريخي بيحكي قصة ثورة العبيد في عصر المماليك. محمد رمضان بيقوم بدور القائد أسد اللي بيقود الثورة دي ضد الظلم، ومعاه رزان جمال وشخصيات تانية. الفيلم بيقدم دراما قوية وأحداث ملحمية. 7. درويش. الأبطال: عمرو يوسف، دينا الشربيني. القصة: درويش، عمرو يوسف، محتال ذكي بيلاقي نفسه في مواقف صعبة، وبيفضل يكافح بين ماضية المظلم ورغبته في إنه يتغير. ومع وجود دينا الشربيني في دور أساسي، الأحداث بتتغير بشكل كبير. 8. فرقة الموت. الأبطال: أحمد عز، آسر ياسين، منه شلبي. القصة: فيلم أكشن وإثارة عن وحدة خاصة بتتعامل مع تهديدات أمنية كبيرة. القصة مليانة مفاجآت وتشويق، وبيلعب أحمد عز وآسر ياسين ومنه شلبي أدوار رئيسية مهمة. ودول كانوا أبرز 8 أفلام مستنيينها في عيد الأضحى 2025. اكتبوا لي في التعليقات إنهي فيلم ناويين تتفرجوا عليه أول ما ينزل، ومتنسوش اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وحصري من مراجعة أفلام ومسلسلات، وشير الفيديو مع صحابك عشاق السينما. سلام.